هكلمكم النهارده عن احسن 5 افلام اكشن نزلوا في 2025 لحد دلوقتي، وده طبعا من وجهة نظري الشخصيه، مع العلم ان انا طبعا ما شفتش كل الافلام اللي نزلت لحد دلوقتي. في اكيد افلام انا ما شفتهاش، او في اكيد افلام انا فوتها، ولكن يعني انا بناء على ان الافلام دي فعلا تستحق المشاهده، زائد ان معظمها او يعني نقول 90% منها مناسبه للمشاهده العائليه، فانا حابب ان انا ارشحها لكم. وطبعا ده الجزء الاول من السلسله، لان اكيد خلال الفتره القادمه هيبدا ينزل افلام اكشن تانية ونقدر نعمل جزء تاني من نفس السلسله دي. فاهم حاجه عشان ما اضيعش وقتكم، ما تنسوش تدعموني وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. يلا بينا ما نضيعش وقت ونخش في الموضوع على طول. طبعا في بعض الافلام اللي هتكلم عليها النهارده ان شاء الله دي اتكلمت عليها قبل كده، بس طبعا لازم اذكرها لان احنا النهارده بنتكلم عن افضل 5 افلام اكشن نزلوا في 2025، فكده كده لازم اذكرها. اول فيلم حابب اتكلم عليه هو فيلم باليرين، الفيلم المشتق من عالم جون ويك. عالم جون ويك اللي يعتبر من افضل سلاسل افلام الاكشن اللي نزلت في التاريخ لحد دلوقتي. اكيد افلام جون ويك يعني افضل بكتير من الفيلم ده، ولكن الفيلم ده يظل واحد من افضل افلام 2025 كفيلم اكشن. القصه بتبدا واحنا مع بنت صغيره عايشه حياتها عادي، وفجاه حياتها بتنقلب لما مجموعه قتله محترفين بيقتحموا بيتهم وبيقتلوا اهلها، ومن هنا بيشتعل جواها نار الانتقام. البنت دي بتتربى وسط جماعه غامضه بتجمع بين فن الباليه والفنون القتاليه. بعد سنين تدريب بتبدأ تدور على الجماعة اللي قتلوا أهلها. الرحلة بتاخدها لعالم خطير مليان قتلة مأجورين واتفاقات سرية ودم كتير، وفي النص بنشوف شخصيات مألوفة من عالم جون ويك. حتى جون ويك نفسه بيظهر في بعض اللقطات خلال أحداث الفيلم. القصة مش جديدة زي ما انتم شايفين كده، ولكنها متنفذة بأسلوب ممتاز يا جماعة، وخصوصا في مشاهد القتال والتمثيل. I chose this. Consequences. Risen from the ashes again and again. تاني فيلم حابب اتكلم عليه هو فيلم ذا جورج. بتبدأ الحكاية في وادي غامض ومقفول ممنوع اي حد يقرب له، واللي بيحرسه شخصين ما يعرفوش بعض واقفين على ناحيتين متقابلتين، وكل واحد فيهم عنده ماضي تقيل واسرار كتير. مع الوقت بيبدأ بينهم نوع ما من التواصل، مش بالكلام، بالاشارات، بالنظرات، بالحركات البسيطة. لكن المكان نفسه مش طبيعي، وفي حاجة خطيرة بتتحرك في الخلفية، حاجة ممكن تقلب حياتهم هما الاتنين في ثانية. الفيلم ده ميكس بين الأكشن والرعب والدراما والرومانسي في نفس الوقت. ميكس غريب جدا، قليل جدا لما تلاقيه في نوع من الأفلام، وأنا شخصيا الفيلم ده عجبني جدا وبعتبره من أفضل أفلام 2025. من الافلام اللي حابب اتكلم عليها هو فيلم فانتاستيك فور، وطبعا من انتاج مارفل، وده من افضل افلام مارفل اللي قدمتها السنه دي في 2025. من زمن الستينات الممزوجه بتكنولوجيا مستقبليه متقدمه، عالم فاخر بالوانه واجواءه بمذاق زمان ومستقبل في نفس الوقت. الفيلم ما بيبعدش عن الاصل، الابطال هم ريبيت ريتشارد وسوزان ستور وجوني ستور وبين غرين، موجودين كفريق متماسك، بيبدأوا يتصرفوا كعيلة بينهم وبين بعضهم، وعلاقتهم بتتطور إلى حد كبير، وده وسط التهديدات الكبيرة اللي بتلاحقهم. التهديد الحقيقي هنا هو عدو قوي جدا، وهو الكوني جالاكتوس، بيهدد ان هو يمحي كوكب الارض من الخريطة تماما، ومعاه سيلفر سيرفر. المميز في فيلم فانتاستيك فور الجديد ان هو مش بيضيع وقتك تماما ان هو يعيد نفس القصة اللي اتعادت قبل كده في الجزئين اللي فاتوا، وان هو يقول لك مثلا ان هم اتعرضوا لنوع من الاشعاع الكيميائي فمنه ان هم اكتسبوا قدرات خارقه. لا، هنا الابطال جاهزين من البدايه، وانت عارف من البدايه بشكل سريع جدا خلال ثواني مثلا بدا يحكي لك ان هم الابطال اللي اتعرضوا للاشعاع وبانه اكتسبوا قدرات خارقه بدون ما يضيع وقت في المقدمه دي. لا، هنا احنا داخلين في الاختبار الحقيقي القوي اللي بيهدد الفريق ككل، وخصوصا ان التهديد ده بيهددهم هم شخصيا دونا عن بقيه العالم. وده بدون طبعا ما احرق لكم عن اي حاجه في الاحداث. هتحس جو العيله وسط المعركه مش مجرد ضرب وخناقات، لا ده احساس انهم سند لبعض وواقفين كتف بكتف. المنظر البصري تحفه بصريه، وده كعاده افلام مارفل،
عاملين زمن الستينات لكن من منظور مستقبلي. الفيلم فتح باب جديد لعالم مارفل وبيمهد لقصص ضخمة لازم ان انت هتشوفها السنوات الجاية عن افلام مارفل الجديدة. فعشان كده لازم ان انت تشوف الفيلم ده قبل ما تشوف افلام افنجرز اللي هتنزل السنوات القادمة. من الافلام اللي حابب اتكلم عليها هو تاني فيلم المارفل يستحق المشاهدة السنة دي، وهو فيلم ثاندر بولتس. بيحكي لك عن مجموعة من الشخصيات اللي عمرهم ما كانوا ابطال بالمعنى التقليدي، كل واحد فيهم شايل وراه ماضي تقيل واخطاء صعب تتغفر، لكن في لحظة معينة بيتجمعوا مع بعض عشان ينفذوا مهمة شبه مستحيلة، مهمة لو فشلت ممكن تغير موازين القوة في العالم. الأحداث بتتنقل ما بين أماكن عادية وأماكن سرية مليانة أسرار، وكل خطوة ليهم بتقربهم من خطر أكبر من اللي كانوا متخيلينه. كنت اتكلمت عليه قبل كده في فيديو، طبعا هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن تحت، كنت بتكلم عن كل التفاصيل الخاصة بالفيلم ده، فعشان كده مش حابب ان انا اتكلم عليه بنوع من التفاصيل. Get messy. But eventually, من الافلام اللي حابب اتكلم عليها هو فيلم زياد. طبعا حابب اقول تنويه ان انتوا تعدوا ما بين ساعه و10 دقائق للدقيقه اللي بعدها، يعني عدوا ساعه و10 دقائق من الدقيقه دي عدوا الدقيقه اللي بعدها، عشان فيها مشهد مش لطيف لو انت حابب تشوفها يعني وسط العيله، او ان هو يكون مناسب للمشاهده العائليه. بيحكي في عالم بعد انهيار بسبب الجوع والمناخ، بيظهر مقاتل مواي تاي محترف سابق عايز يعيش حياه هاديه مع رين حبيبته اللي هي دكتوره في المستشفى. فجأة بيحصل تفشي زومبي أو تفشي الوباء الزومبي داخل المستشفى اللي بتشتغل فيها رين. من هنا بتبدأ رحلة سينج للمواجهة والإنقاذ داخل المستشفى. طبعا الفيلم مليان مشاهد أكشن وإثارة، والبطل بيستخدم مهاراته في الفنون القتالية اللي اكتسبها من المواي تاي اللي هي رياضة فنون قتالية، بيبدأ يستخدمها ضد الزومبي، فهتلاقي ميكس غريب جدا ما بين الأكشن والزومبي. الفيلم كله على بعضه مدته ساعة ونص بس، فهتلاقي الإيقاع سريع ومباشر وما بيديش أي فرصة لنوع من الملل. بالرغم من تركيزه على الأكشن في مساحة من العاطفة، وخصوصا علاقة سينج برين، وخصوصا برضه لما بيقابلوا طفل صغير وسط المعركة اللي دايرة داخل المستشفى، ومسؤوليتهم هما الاتنين إن هما يحموا الطفل ده. اللحظات العاطفية دي بتدي بعد إضافي للفيلم عن التضحية والمسؤولية. وبس كده، دي تكون حلقتنا، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني وتشترك في القناه وتفعل زر جرس التنبيهات وتدوس لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. ما تنسوش ترشحوا لي افلام اكشن تستحق المشاهده نزلت السنه دي عشان نعمل الجزء الثاني ان شاء الله الفتره الجايه. كان معاكم محمد العايدي وشكرا جدا ليكم، سلام عليكم.